اخر سؤال. اتفضل. خالد الغندور ممكن يكون موجود في قناة الزمالك ولا لا الفترة الجاية؟ انا بتمنى كل التوفيق لقناه نادي الزمالك والمسؤولين عنها ولزمايلي السابقين والجدد اللي موجودين، لكن هي مرحله وانتهت من حياتي نهائيا. لن اعمل في قنوات انديه مره اخرى، وسابقى في القنوات العامه. ليه بقى يا كابتن خالد؟ يعني هي كانت تجربه صعبه وانتهت. تجربه صعبه من حيث ايه؟ يعني بص، انا من وجهه نظري انا كنت في قناه الزمالك كابتن نادي الزمالك والكابتن التاريخي واللي بيدافع عن النادي في ظروف صعبه هو مر بيها. هي تجربه صعبه عدت، لن اكررها مره اخرى، وساعمل علشان الضغوط يا كابتن خالد مش هتكررها مره ثانيه. انا دايما ببقى حابب ان يكون عندي حريه شخصيه في ابداء الاراء في الكره في الكره عامه مع كل الانديه. اما بتشتغل في قناه فئويه فانت بتكون ملتزم بما يمليه عليك مجلس ادارتك المسؤول عن القناه، وفي بعض الاحيان بتبقى مفروض عليك ان انت تخبي المشاكل، ان انت تساند، ان انت في بعض الاحيان ما تظهرش المشاكل خوفا على النادي وحبا في النادي واحتراما يعني بيبقى وما في قرارات لو انت مش راضي عنها لابد ان انت تطلع وتكون راضي عنها، لان ده دورك. انت بتمثل مؤسسه ومش بتمثل نفسك.